صباح الخير عليكم. نهار جديد ووصفة جديدة كيما العادة. اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم مقروط المقلة بطريقة سهلة وطريقة مضمونة. بإذن الله كامل راح تجربوه وراح يعجبكم. بسم الله، شوفوا معي المكونات. هنايا عندي حوالي 4 كيلات ديال السميد متوسط. سميد متوسط 4 كيلات ممسوحين. انا هنا الكيلة ربعة راح نصفيها معاكم. درت عمور، لا مارك تاع السميد هي عمور. فوالا، نصفيوه من الأحسن. 4 كيلات ممسوحين. هنا راح ندير نص مغرفة صغيرة تاع الملح، ونص مغرفة كبيرة تاع السكر عادي. فوالا، ما نديرو بيض ما نديرو حتى حاجة. دوك تشوفوا معايا هذه الطريقة. هنايا بنفس الكيلة راح ندير كيلة غير ربع تاع السمن مدينة. وريت لكم لا مارك تاع السمن وتاع السميد هكا باش تنجحوا فيه ان شاء الله. دوبت كيلة نقص ربع تاع السمن وكملتها بالزيت عادي. معناتها كيلة غير ربع السمن وربع هذا كملته بالزيت عادي. فوالا، راح نخلط كامل هاد المكونات. هنا بالك راح يبالكم باللي لي دام بزاف، هو لا نورمال. هنايا دوكا فهموني مليح. من الافضل تجيبوا قصعه واحده اخرى خير، تكون عريضه. تكون عريضه خير هكذا باش تساعدكم في الخدمه. هنا شوفوا البنات، مرحله مهمه هاد المرحله كيفاش راح نحكوه. شوفوا، ربع ساعه وانتم تحكوه ما بين يديكم، يعني تدخلوا هذاك اليدان في السميد ربع ساعة. جيبوا كرونومتر وحسبوا هكا باش تساعدكم خير. لازم تدخلوا اليدان في السميد. انا قلت لكم فرغت في قصعة واحدة اخرى وبديت نحك. فوالا، هذه وصفة ناجحة 100%. تبعوني برك وروحوا معايا وحدة بوحدة هكذا باش ما تغيب عليكم حتى مرحلة. فوالا، دوك نقعد غنحك، نخليكم تشوفوا هذا المقطع ونرجع لكم. هنايا بعد ما جزت ربع ساعة وانا نحكو ما بين يديا، لازم نتحصل على بلوطة هادي. لو كان ما تتحصلوش على هاد البلوطة معناتها لازم تزيدوا تحكوه وتزيدوا تخدموا مع السميد والسمن، فهمتوا؟ فوالا، هنايا خلاص راح نجوز لثالث مرحلة، هي راح نزيد ما زهر. شفتوا هاد الكيلة؟ انا درت نص كيلة تاع ما زهر وشوية زيادة. راكم فهمتوني؟ معناتها الكيلة اللي نكيل بها السميد والسمن هي اللي نكيل بها الماء زهر. قلت لكم نص كيلو وشويه. فوالا، راح نرشو برك بالك وتعجنوا. لو كنت تعجنوا هاد السميد يا ودي تولوا في حاله واحده اخرى. راني نمشي معاكم غير بالعقل باش تفهموا عليا، فهمتوا؟ شتو طعام البنات، افتلوا طعام كي اللي راكم تفتلوه هكذا باش ما يتعجنش. سينو لو كان يتعجن السميد كارثه. وخلاص راني غير نرش. فوالا خلاص كملت. هنا راني كيما راكم تشوفوا زربت شويه فيديو باش تشوفوني كيفاش راني نفتل. بعد ما نكمل من هذه المرحلة راح نخليه يرتاح حوالي 20 دقيقة. لازم تخلوه يريح ويشرب هذاك المزهر بلا ما تغطيوه، خلوه غير فوق البوطاجي. انا كنت وجدت الحشو، هنا رجعت له. شوفوا الله يبارك، السميد كامل شرب هذاك المزهر وتنفخ. راح نحكو ما بين يديا غير شوية وراح نطمو بالماء. دوك تشوفوا كمية الماء اللي درتها. فوالا نحكو. نكمل نحكو. وراح نزيد الماء باش نشكل المقروط ديالي. دوك تشوفوا كمية الماء حوالي كيلة غير ربع تاع الماء عادي. وديما نقول لكم ما تعجنوش السميد، ما يتعجنش، يعني طميوه برك هذا ما كان. تقعدوا غير تفتلو حتى ينطم وحده. راح نزيدها غير بالعقل، نرش ونطم نرش ونطم وهي رايحة. راني معاكم وحده بوحده حتى توصلوا النتيجة المطلوبة. شوفوا البنات، نخليكم تشوفوا هذا المقطع، ما حبيتش نقص منه بالعاني باش تتعلموا واش راه تنجحوا فيه. نخليكم تشوفوا هذا المقطع ونرجع لكم.
وهنايا بعد ما حسيت بلي راهو تنطم معايا. شوفوا البنات شكله حربوش ولا شفتوه شويه طري وشايد روحو، خلاص ما تزيدوش كميه الماء. فوالا هنا راه واجد معايا. دوك نبدا نشكل الحربوش ديالي. فوالا. بالنسبه للغرس، غرس عادي، زدتلو برك شويه جلجلان، قرفه وقرنفل وشويه زيت وحليب ومزهر باش تحصلوا على غرس يكون طري ماشي يابس، يجيكم هايل. فوالا. ندير الغرس في الوسط كيما المقروط عادي. تجي ليك. دوك ندوز نغلقو. وكي تغلقوه يا البنات شمخوا يديكم شويه في الماء، يعني نديوها يديكم، هذا ما كان. نسيت ما قلت لكمش بلي كي خدمت السميد مع السمن نحيت شويه تاع السميد باش نحرش به المقروط ديالي. نسيت هاد لا غومارك مي بصح تفكرتها دوكا، راكم تعرفوا الله غالب. فوالا هذه هي. دوك ندوز نحرش بها المقروط ديالي ولا الحربوش ديالي، وراح نزيد نحلها شويه بيان سور، ما نخليهاش هكذا، ونشكلها عيني ميزاني. مي بصح الاخوات اللي راهم جدد ويخافوا لا فورم تاع الحبه تاع المقروط، تجيبوا هذاك المول ولا الطابع تاع المقروط ولا تاع البقلاوه وتشكلوا به الحبه ديالكم. هنا تقدروا تخلوه هكذا ولا تنقشوه. انا نقشت شويه حبيبات ونصو خليته هكذا. فوالا. بالنسبه للغرس نعاود لكم هذه المعلومه عفوا، باش يجيكم طري زيدوا له شويه مزهر زيت وشويه تاع حليب، صدقوني راح يجيكم طري ماشي ما يجيكمش كامل يابس. وزدت له هنا شويه جلجلان محمص، تعرفوا الجلجلان المحمص يجي بزاف بنين مع الغرس. فوالا هنايا نقشت حبه حبيت نوريها لكم. وتقليوه ديريكت يعني، ما بيد تسخنوا هذاك الزيت. دوك تاني راح نشرح لكم مليح كيفاش تقليوه البنات. النار تكون قليله يا البنات، كي يسخن الزيت على نار قليله ارموا الحبات ديالكم، اولها سمو بسم الله باش تقولوا يا ربي ان شاء الله ما يتحلش. فوالا كما قلت لكم. وتاني معلومات مهمين راح نقولها لكم في هذا الفيديو. كما قلت لكم الطاوه تاعكم ولا الكسرونه ديالكم من الافضل ماشي مقله، كسرونه ولا طاوه كيما تحبوا، لازم تكون معمره بالزيت. لازم يا البنات ما كاش كيفاش ديروا شويه زيت، لازم هذيك الطاوه ولا الكسرونه ديالكم تكون معمره بالزيت. وتخلوه يطيب على نار قليله ماشي قويه وماشي متوسطه، على نار قليله. وتجيبوا كرونومتر تاعكم اللي هو العداد اللي راح يحسب لكم حوالي 13 دقيقه وهو يطيب على نار قليله. ما تحركوهش كامل، راني نقول ونعاود بالك وتحركوا المقروط يطيب وحده. نتوما واش ديروا؟ تنحيوه برك. شوفوا البنات هنايا بعد ما جا زدت 13 دقيقه بالضبط، شوف الله يبارك. كي نقول لكم جا ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا النتيجه بعينيكم، ما يتحلكمش كامل. انا ما مسيتوش كامل هنايا، كي شتو خلاص ولا في الدوغي لون تاع المقروط صاي انا نحيته. شوفوا الله يبارك مشقق، جاي مرمل، ما عندي ما نقول. انا عطيتكم كامل الاسرار، ما بخلت عليكم حتى معلومه. فوالا هذا هو. هنايا ندوز نحيه وراح نديرو مباشره في عسل يكون شويه دافي، ما زدتلو حتى حاجه. هذاك العسل نخليه في العسل حوالي ربع ساعه هو في العسل بيان سور. كي يجيكم ضياف ولا في العيد كي تجوا تقدموه تعاودوا تعسلوه للمره الثانيه. انا عطيتكم كل اسرار. فوالا هنايا بعد ما نحيته شوف الله يبارك، يجي ما شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا خليته ربع ساعه في العسيله. ماذا بكم العسيله تكثروا شويه، انا درت كميه صغيره على جلكم يا البنات باش تتعلموا فيه ان شاء الله وينجح لكم. انا بابا ويما راهم صايمين شعبان صافي من ديك نتهلا فيهم في الصحراء. شوفوا الشكل ديالو ما شاء الله. نجوز نوري لكم حبيبه كيفاش جا معايا. شوف الله يبارك، ما يجيش معجنه. انايا كونطخ مقروط يجي معجن من الداخل، يجي شوفوا البنات مرمل يدوب في الفم. صدقوني هذه الوصفه من احسن الوصفات، شوفوا بعينيكم. هنايا البنات حبيت نقول لكم نقطه مهمه مزيت فكرتها. انا في هذا الفيديو تعمدت ندير كيله صغيره باش كامل تجربوه وينجح معاكم. وكي ينجح معاكم ان شاء الله
نتوما اللي تتحكموا في الكيله، تحبوا كميه كبيره ديروا كيله كبيره، وهي هذيك الكيله تكيلوا بها كلش، فهمتوني؟ هذا ما كان وصفه من اروع الوصفات، صدقوني. هذا المقروط الا ما نجحش معاكم روحوا اكتبوا لي في لي كومونتير ونتحداكم. يجي مرمل بنين، حتى هذاك الغرس يجي بزاف طري، انا نموت على الغرس، يجي ما شاء الله وما يجيكمش معجن. اللي جاه معجن تجي تتحداني في لي كومونتير. المهم تلاقاو في فيديو اخر، تهلا في روحتكم، سلام.